مالين الطاكسيات جمعوا شويه شويه ماشي يبان لك كليانه تتوقف بلا سينيال نوليو داخلين في وحنا اصلا عندنا مشاكل دويجه ماشي. كنطلب اعتذار من جميع السائقين المهنيين ديال الطاكسيات، لا صنف الف لا صنف باء ديال. لا حنا حاشا واش نصيفطو حنا ما اول حاجه ما داكشي ما يشفعش ليا. لا علاش ما يشفع؟ لا ما يشفعش لك انك تسب لينا والدينا. لا ما سبيتش انا واش تخاصمت انا غير مع مول طاكسي واحد. كانت غادا معايا خطيبه ديالي دايره النقاب وهو ما دار السينيال، وانا جاي من مراكش الشتا وما كنشوفش مزيان، وهو اتى فرانا دخلت فيه وقلت لي شوف سير الله يسامح راك غلطتي، انا غدا ماشي مشكل الطوموبيله ديال خويا الصغير انا غدا غنمشي نصوبها. ما تفرقعتيش حتى جيتي. ما فهمتيش درت لي ها نعم قلت لي سير خدم على ولادك. علاش الياس لما كيتشد في الحبس عاوتاني المره الثالثه على الدوله الاخوان؟ وشنو هو السبب ديالو في هذا الشيء هذا كامل؟ واش بصح كاين شي واحد اللي باغي يطيحو ولا هو تيراد هذا الراس؟ وشنو هما التهم اللي تبدو عليه اللي قال لك 22 تهم؟ واش بصح القضيه مع مالين الطاكسيات ولا شي حد اخر؟ هذا غادي نعرفوا في هذا الفيديو هذا. طبيعه الحال تبع الفيديو حتى الاخير، ما ننساش دير لايك وابوني وبارطاجي مع صاحبكم الاخوان، ولا عجبكم الكونسيبت ولا عجبكم شي ديال تنجي طبيعه الحال دعمونا بابوني باش نوصلوا قبل المثالي العام 2000 ابوني ان شاء الله. شكرا بزاف على التفاعل تاعكم. دابا بغينا عليكم بزاف لا بغيتو تفهم تبع الفيديو حتى الاخر اللي تسكون بداو تقريبا شي 3 ايام بنا في واحد الفيديو بلا الياس ماكي تم اعتقال جاوتين زو مصطفى تيهبطوا للكوميساريه الاخوان. والياس ماكي كما تيقول العائله ديالو المحامين ديالو بالله مشى باش يسيني على التزام وعلى تنازل الاخوان ويخرج بخير وعلى خير. يعني غادي يدوز 24 ساعه ولا ما يكملها كاع ويخرج من الكوميساريه ويرجع لظهره ويكمل المسار ديالو الاخوان في ستريم وفي اليوتيوب وداك السبيد كامل. حتى ما تدخل الياس الملكي تما وتتصدم بالله عليه اكثر من 22 تهمه الاخوان اللي فيها شي حاجه اللي دايرها وشي حاجه اللي ما دايرهاش وشي حاجه اللي فات دارها وتحكم عليه بها ودوز السجن ديالها. بزاف ديال الحوايج جا الاخوان اللي قالوهم الاخوان ديالو. دابا غادي نجيو اول حاجه هي قضيه ديال مولين الطاكسيات. الياس المالكي فاش تقبض كانت طرا ليه واحد البلان مع مول الطاكسي الاخوان اللي كان فرنا عليه وهو كان جاي في الشتا كما تيقول الاخ ديالو كما تيقول هو على اللسان ديالو الاخوان بلا كان جاي في الشتا عادي ما شافوش. دخل فيه مول الطاكسي فرنا الياس المالكي تعصب طبيعة الحال حيت ضربات ليه الطوموبيل كما تيقول بلا ماشي جراو ديال خوه. رجع للدار طلق ستريم سبهم وسب جميع مالين الطاكسيات وكما تيقول هو سب هذاك اللي ما احترمش مول الطاكسي سب الياس المالكي. وهنا في تجمعوا عليه النقابه ديال مولين الطاكسي ومشاو داروا عليه دعوه الاخوان. ولكن من بعد الياس المالكي ما طلب الاعتذار ومشى تصالح معاهم وداك الشيء جاو عنده كاع الدار وتفاهموا وتصالح معاهم ومشاو داروا ليه تنازل الاخوان. الاخ تاعي كان غادي من حدا المسرح غادي واحد من الطاكسي ما داير السينيال خلى الدار بحال هكا الخوادري فاش دار ضرب الطوموبيله الدار صافي من الطاكسي هود ما دواش مزيان. الخوادري قال لي دوا زوين هادي قال لي انا نصاوبها قال لي صافي سير الله يسامح. الاخ تاعي مشى كيعيط عليه هو سب مول الطاكسي فاش سب مول الطاكسي ناضوا لي مولين الطاكسيات ناضوا لي بحال هكا صافي هو جاو عندو الدار تصالحوا داروا لي التنازل. فاش كيجي للمحكمه قال لي عندك التنازلات غتجي. يعني القضيه ديال مع مالين الطاكسات وكان كاع جاب واحد جوج على ما اقل سائقين مهنيين اللي تيخدموا خدمه المواطن. طبيعه الحال تحياتي لهم من هنا وشكرا لهم بزاف حيت راه تيديروا واحد الحاجه اللي زوينه واخا هي عمل ديالهم ولكن راه تيساعدوا المواطن. المهم خلينا ماشي هذه هضرتنا. جابهم كاع للستريم وكان جابهم كاع للدار وما باوش ما يدخلوا يحبسوا تصالحوا وتسامحوا معاه. وفاش كان جاو داو البوليس من طرمشة كان معول باش يسني على تنازل والالتزام ويجي في حاله لدارو الاخوان حتى تيتصدم بالله ما غاديش يخرج داك النهار وغادي يمشي يتابع المحاكمات ديالو ب 22 تهمه اللي تحطات عليه اللي 22 شكايه جات في حقها الاخوان من طرف الجمعيات اللي عارفين دوك الجمعيات شنو هما الكونسيبت ديالهم. طبيعه الحال تنقيو التفاهه والفساد الاخوانيه متفق معاهم كاين عندهم معقول ولكن كاينه شي حاجه اللي تزيدوا فيها بزاف بحال مثلا الياس الملكيه. انا ما كنحسش شي واحد نقول ليه الحق هذوك تاع التفاهه راه قلت لكم تاع التفاهه وكنت درنا عليهم فيديوهات وقلنا لكم اي راه تاع التفاهه. ولكن الملكيه ماشي ما ديرش التفاهه الملكي تيسب تيخص الهضره في ستريمو بزاف ديال الحوايج الاخوان ماشي هو بوحدو ماشي ستريمر الوحيد بل كاين كاع جميع ستريمر تقريبا. كاين بزاف ديال اليوتيوبر اللي تيخصو الهضره كاين بزاف ديال الروابا اللي تيخصو الهضره في ميراجات لي كبار تيدوزو في دوزيم
يعني ماشي هو بوحدو اللي تيخسر الهضره في السوشيال ميديا ديال المغرب. يعني ما يمكنش تسجنوا على هذا الشيء هذا. وكانوا قال لك 22 تهم اللي بعد منهم تيقول لك المخدرات، الطهاره، تحريض على الفساد، وقال لك تشهير الاخوان. ما فهمتش بزاف هاد 4 تهم اللي دخلوا لي الشك انا في راسي علاش تحطوا عليه المخدرات وتحريض على الفساد والطهاره. متابعته بالافعال الاتيه: ما يزيد عن 22 متابعه، نشر ادعاءات كاذبه بقصد المس بالحياه الخاصه، السب والقذف في حق شخص او هيئه منظمه، انتهاك الاداب، الاخلال العلني بالحياه عن طريق العري المتعمد، البدء في الاشارات، الاخلال العلني بمحضر شخص او اكثر او في مكان قد يتطلع لانذار العموم. ايضا توبع بجريمه تشريد على التمييز من خلال الكراهيه، بث الكراهيه بين الاشخاص بواسطه الخطب والصياح والتهديدات المفوهه بالاماكن والتجمعات العموميه، او بواسطه الملصقات المعروضه على انظار العموم، او بواسطه كل وسيله تحقق شرط العلنيه بما فيها الوسائل الالكترونيه والورقيه والسمعيه البصريه. وهذا الشيء هذا ما فهمتش علاش اللي سما كاين فيه واحد شويه فيه شي حاجه اللي زوينه وفيه شي حاجه اللي خايبه. تيقول خويا الاخوان الصغير بالله راه الا سلمى كيتبني جوام تيتعاون مع المساكين وحاجته ماشي ديالو الاخوان اذا عارفينه فيه تيدير شي حاجه لراسو، بحال مثلا فاش سب مالين التاكسيات ولا فاش سب الامازيغ ولا فاش سب الجمهور الدراجه وبزاف ديال الانواع ديال الجماهير في المغرب. يعني شي تيدبر على الراسو، الفم ديالو ما تيقدرش يتحكم فيه وبزاف ديال الحوايج. ولكن عاوتاني فهموا هذاك، فهمنا الكونسيبت ديالو، ما بقاينش نتيو عليه. راه سب شحال من واحد ما بقاش يتيوا عليه، حنا عارفين انه يتاثر داوي خاوي تيجي المشكل عاوتاني يرجع تطلب السماحه. وكتشوف واحد الحاجه عاوتاني حتى تيطرى ليه شبرا عاد تيجيو تهبطوا عليه بشكايات مالهم من قبل ما يديروا عليه الشكايات، ودوك الشكايات فيهم شي حاجه اللي كان دارها شحال هادي وما بقاش يديرها دابا حيدها. مثلا فاش كان حرف القران، فاش كان تخاصم مع البرقاجي ومع بزاف ديال الحوايج الاخوان، وما بقاش بحال الامازيغ عاوتاني ما بقاش دارهم ودوز السجن ديالهم كما قال المحامي ديالو الاخوان. يعني داكشي دوز وفات ومات الاخوان وما باقيين حاطين عليه في هذيك الجهه. هو تيجي الحوايج خايبين، ولكن الله تيسمح على الاخوان. ودوك الناس اللي خايبين راه خايبين. وقال لك بالله كاين شي تهم اللي يقدروا يوصلوا من عام حتى ل5 سنين. الاخوان غادي نخلي لكم الفيديوهات ديال المحامي ديالو وداك الشيء كامل هنا. دابا الاخوان انت ما نكونش شرحت لكم داكشي باختصار المفيد، داكشي فيه بزاف ما يتقال. والفيديو ديال البوست في الدراري غادي تلقاوه في الديسكريبسيون، درت عليه واحد الريل ودرت عليه واحد الفيديو الاخوان شرحت لكم فيه داكشي باختصار مفيد. ولا طريق صح كل مسجون والسجن الاخوان ما تبغيش حتى شي واحد واخا يكون عدو. وبزاف ديال الناس تضامنوا مع اللي سما كاين بيناتهم صابروا ولا بلي دار اللي مخاصمين مع الاخوان، وحتى بوزفلو اللي تضامنوا مع بزاف ديال الروابط بحال مثلا الفرده اللي كان كلاشاه وبزاف ديال الحوايج ورجعوا تضامنوا مع المورفين تا هو تضامن مع بوزفلو. يعني هادشي هذا تيضمن بالله راه حريه تاع التعبير خاصها تكون في المغرب من جهه بوزفلو. وإلا سما كان ان شاء الله نتمنى عاوتاني هادي المره الثالثه تكون تابداو اللي عقلوها الاخوان. وكما قال المحامي بالله راه طلبوا بصراحه مؤقت ديالو حيت ضامنين بالله غادي يقدر يرجع للمحاكمه الاخوان، يقدر يطلقوا صراحه مؤقته المحكمه عطات قرار بلا ما يجي يشوفوا في الحكم حتى 9 دجنبر، يعني حتى 9 تا نهار 9 في شهر 12 الاخوان. ان شاء الله يكون له خير والله يجي له يشتغل على الخير وجميع المسجونين الاخوان اللي مظلومين. وطبيعه الحال دابا غادي نكون وصلنا للنهايه تاع الفيديو، نشرح لكم داكشي باختصار المفيد واخا ما فيه حتى شي فائده. بطبيعه الحال ما تنساوش ديروا لايك، ابوني، بارطاجيو مع صاحبكم، وحطوا لي الراي ديالكم في هذا الشيء كامل. ولا بغيتو نديروا فيديو ثاني على بوزفلو ونهضروا على النت على العائلات المالكين من بعد ما يتحكم عليهم ونشوفوا داك القضيه كامله شنو فيها. وان شاء الله راه غادي يكون تغطيه لكاس العرب للمغرب الاخوان منظم في قطر، تغطيه لكاس العالم الكاس افريقيا عفوا منظم بالمغرب. غادي يكونوا الفيديوهات اللي جايين واعرين بزاف. وتسناو قصه ديال اشرف حكيمي. دابا وصلنا للنهايه تاع الفيديو، طولت عليكم بزاف هاد النهايه فيها بزاف ما يتقال. لهذا الاخوان تهلاو، كان معكم خوكم محمد كرم فكروس، تهلاو بيكم. هذا البربر جاي كالبرق واللي بغى يبان ينوض المنبر. هذا دوا البرد جاي كالمرض، هالعرو ماسك تشوف على منظر. الوطن خير يطلبوا الخير، اخي بيانفوني بالموت الا جات. والراب ماخر وباك الليخ بيبليك خصوصي العتاب ونجاس. داخل في الجيم بلا مانيطه، الروابا تيقيلوا يطلبوا في النجاس. صايق السفينه في يدي خريطه، والوالده تقول سير هالنجاح. صغير وعايق بالعباد الوطن، تا الدماغ تيقول بدل الجنسيه. معذب خلوق انايا في الدنيا، ربي يدير الخير عتق البشريه. الحمد لله مكسي لباس.